الحلقة 177. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباقي خاين بنسبة 100%. اللي معايا يعمل لايك ويكتب في التعليقات. الباقي تسبب للسيد عثمان في كارثة كبيرة جدا، وجاب رئيس المغول الأولغان إلى القبيلة هو والجيش بتاعه، وقابله عثمان بكل شجاعة. ولكن أولغان نظر لعثمان وقال له: أنا بعت رسول إلى القبيلة بتاعتك والرسول ده موصلنيش يا عثمان، فقلت أنا هنزل عندك ضيف. قال له عثمان: أهلا وسهلا، تعالى نخش الخيمة. بص الجركوتاي نظره وقال له: أنت اسمك للمغول ودمك للمغول، كيف عملت كده يا عثمان؟ ودخل عند عثمان في الداخل وأكل وشرب والدنيا زي الفل، وشرب من عنده المشروبات بتاعته وتمام. سأل عثمان وقال له: أين الرسول بتاعي يا عثمان وما وصلش عندي ليه؟ عثمان قال له: الرسول بتاعك جالي وأنا بعته عليك وما أذيتوش في أي شيء، لكن هو أذى القبيلة بتاعتي وأنا قطعت رأسه. طبعا نظر له ألغان وهو بيقول له قطعت رأسه، وراح قايم ورفع السيف على عثمان بكل شجاعة، لكن عثمان ما تهزش ولا هزة. هنا راح ألغان على خيمة الاستراحة برفقة جوركوتاي، واستغل الموضوع هنا وقال لجوركوتاي: انت ازاي تكون مغولي اساسي وما كنتش بتشفق على اي حد، لا اطفال ولا شيوخ ولا نساء، وازاي قدرت تبقى كلب عند عثمان؟ قال له: انا ذئب. طبعا جوركوتاي بيقول له: انا نسيت الماضي كله، لكن الغان قال له: احنا منسيناش الماضي، انت الكلب السيء عندنا في المغول، انت كنت الكلب السيء لبلغاي، تفتكر يا جوركوتاي؟ لكن اخاك طلغاي ليس كذلك، فهو يكسر الجبال واخلاصه لدمه وخانه. هنا طبعا جوركوتاي أول ما سمع اسم أخيه جوركان قال له: التوغ، اسمه التوغ، أخو جوركوتاي اسمه التوغ، سمعت بأنه تحت إمرتك. طبعا هنا قال له: جاء من أجلك يا جوركوتاي، جاء من أجلك، ستلتقيان قريبا إن شاء الله. وهنا بص لأيبالي وقال له: الحصان ده جميل. قال له: تحرك بسرعة يا أيبالي. هيتحرك يعمل ايه أيبالي؟ خد الأوامر أيبالي من رئيس المغول بأنه هو يتحرك على الفور. هيعمل ايه أيبالي؟ أيبالي عمل حاجة ما تتوقعش خالص، ما كناش نتوقع إن أيبالي هيكون خائن. طب وبنته اللي موجودة في القبيلة، هل دي بنته ولا مش بنته؟ بس كده معنى كده إن البنت دي مش بنت أيبالي، لكن تورغان وعدوه بأنه هو هيكون سيد على القبيلة، وبالفعل عطاله حاجة فيها سم وقال له: تروح السم دوت تدلقه كله في البير، سيجعل عثمان عاجز بأمرك أيها القائد ألغان. طبعا أيبالي سمع الكلام: سأقضي على قبيلة القاي كلها دون أن أرفع سيفي، وأنت ستجلس على عرش هذا الكرسي، الدم بالدم يا الباي. وبالفعل أيبان راح خد اللي هو الكوز المليان بالسم ومشي على البير، ولقى راجل عجوز هيملى، قال له: استنى يا عمي املى لك انا. وراح فعلا ابتدى ان هو يضع السم داخل البير اللي كل القبيلة كلها بتشرب منه، اطفال ونساء ورجال ومحاربين. وهنا ابتدى الباي بالفعل يضع السم داخل البير، والنساء ينتظرون عشان يملوا المياه، لأن البير ده هو مصدر الشرب ليهم ومصدر اللي يستخدموا منه حاجات كتيرة. ونادى على الراجل العجوز وقال له: اتفضل يا عمي. لكن انظروا إلى المحارب ده، المحارب ده ليه أهمية كبيرة جدا. المحارب ده شاف الباي وهو يملى المية بإيديه للناس. وهنا الباي بعد ما ملأ لكتير من الناس راح إلى بيجوم على الخيمة بتاعتها واخد لها كوز من المية المسمومة، ورحبت بيه وقالت له: اتفضل يا الباري. فدخل واداها كوز المية وقال لها: ان انا جايبهولك من البير هدية، اشربي منه واستمتعي. طبعا هنا
دخل شاهد تاني هيشوفه. أهم حاجة إن انتوا تخلي بالكم من النقط المهمة ديت. دخل يوسف، اتفاجئ بقلباي لقاه موجود مع أخته في الخيمة بالداخل. قال لماذا جاء قلباي إلى هنا؟ قالت له جاب مية. قال لها يعني انت مستنية قلباي يجيب لك المية؟ وهنا دخل أيبالي إلى الخيمة بتاع عثمان ووقف وشاف اللي بيتقال. ودخلت هنا فاطمة بكوز من المية وكوبايات وابتدت تدي الجميع يشرب. أول واحدة شربت بلا شربت من المية المسمومة، وبعد كده جرقطاي ثم عثمان. وأيبالي ينظر إليهم بكل استمتاع ويقول اشربوا اشرب يا عثمان اشرب. هنا أيبالي قضى على القبيلة كلها وذهب في الطريق إلى عثمان. إذا لم تستطيع أن تمسك السيف. هنا طبعا المحارب اللي شاف قلباله وهو بيملى المية راح لعلاء الدين عشان خاطر يقف معاه. هل هيقول لعلاء الدين على اللي حصل؟ ده اللي احنا هنشوفه في الوقت الجاي ان شاء الله. وهنا ايبالي قال للسيد عثمان طبعا أرهان اتاخدت منه القلعة، وهو الوقت بقي في ايدين ألغان وفي ايدين ألغان اخو جوركوتاي. وطبعا ابتدى يرسم الطريق غلط للسيد عثمان، وطبعا السم ابتدى ينتشر في دم السيد عثمان وفي دم جرقطاي وابتدوا يتعبوا. وهنا ألغان جهز له كمين لا يخر المية. جهزت أيها القائد الكمين؟ قال له جهزته. وهل الطعم جاهز؟ قال له الطعم كمان جاهز. هو أيضا جاهز أيها القائد. هنا طبعا تلغاي قال تعالى يا عثمان تعالى بسرعة تعالى إلى نهايتك. وأول كمين يتعمل لعثمان يكون قوي جدا. طبعا احنا ما اتكلمناش عن الحلقة كلها، لكن اختصرنا الموضوع اللي يخص عثمان ويخص تورغان. ولكن لسه الموضوع هنتكلم عن موضوع حليمة في فيديو تاني، وهنتكلم عن موضوع جلقطاي في فيديو تاني، وهنتكلم عن موضوع أورهان في فيديو تاني، وهنتكلم عن موضوع علاء الدين في فيديو تاني، وهنتكلم عن غونجا وهونوفيرا في فيديو تاني. لأن طبعا مش هيسيع لينا إن احنا نتكلم عن الحلقة كلها في فيديو واحد. وقدر أيبالي يسحب عثمان إلى الفخ بعد ما قعد يومين عثمان في الغابة. وعلى بال ما وصل عشان خاطر ينقذ أورهان وينقذ بوران من إيدين القائد المغولي الشرير، كان عثمان صحته اتدهورت هو وجوركوتاي، وألبالي لم يشرب أي شيء. ووصل عثمان بالفعل لغاية المكان اللي فيه القائد اللي هو البغبغان ده. وكان عثمان صحته انتهت خالص. الباقي وقف مع عثمان عادي خالص، وكل واحد مسك اتجاه. وعلى بال ما دخل عثمان عشان يشوف أورهان لقاه مش أورهان، وجوركوتاي يشوف بران لقاه مش بران. قال احنا وقعنا في الكمين يا سيدي. وبالفعل ابتدى القائد المغولي يمسك عثمان ويقول له جيت لنهايتك يا عثمان، وانا عرفت ازاي ان انا اوقعك. وكده وصلنا للنهاية، وهنتكلم مع بعضينا ان شاء الله في الفيديو الجاي عن الحلقة 177. انتظرونا واعملوا لنا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس الان عشان خاطر يوصلكم اشعار بالفيديو الجديد. وانا مش هسكت، لازم اجيب لكم التحاليل للفيديو للحلقة 177. انتظرونا. سلام عليكم.